السلام عليكم، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. لم يبقى للعيد الا ايام معدودات. رسالتي للمغتربين، الناس اللي هم خارج الوطن او الناس اللي هم وصلوا لارض الوطن، النصيحه اللي نقدر نعطيهم ونصيحه تيقول المثل اللي سبقك بليله سبقك بحيله. انا التجربه ديالي في السفر خارج الوطن وداخل الوطن اكثر من 50 سنه ديال السياقه. كنت في التجاره، ماشي في الغربه ولا شحال، في التجاره اللي تنخدم ما بين المغرب واوروبا. المهم النصيحه اللي نقدر نعطي للناس ديال الغربه وما فيها باس الاصدقاء ديالهم الاحباب ديالهم يبلغوهم الرساله. النصيحه اللي غادي نقدر نعطيهم وهو ملي بغوا يسافروا يستعدوا للرحيل ويجمعوا حويجاتهم ويجمعوا غير الحوايج اللي هما مهمين، ما يتقلوش اكثر من القياس. النصيحه اللي غادي نعطي فملي يخرج من الدار ديالو مثلا في اوروبا الى المغرب او من المغرب الى دار الغربه، اول حاجه يصلي 2 ركعات ديال السفر. هذه راه مهمه. علاش؟ باش الله سبحانه وتعالى تيحفظوا في السفر والحضر. اذا ركب في السياره ديالو غادي يقرا دعاء السفر، والدعاء ديال السفر غادي يقول: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. آمين. اللي بغيت نقول أن الإنسان ملي تيخرج من الباب من الدار ديالو في دار الغربة أو من المغرب إلى دار الغربة، دائما يكون تيشوف في المرايا شكون تابعو، شكون اللي في جنبه. دائما يحتاط، يكون على بال في الطريق، لان الطريق اصبحت صعيبه سواء داخل الوطن او خارج الوطن، وخصوصا في اوروبا كاين اللي هما عندهم السرقه علميه، تيسرقوا بطريقه علميه. النصيحه اللي غادي نعطيه للعيالات او للزوجه ديال السيد اللي هو تيسوق السياره، ما تنعش هي، تبقى رد البال الطريق وتوصيه. ثانيا الا شافت الزوج ديالها تيحك راسو او لا تيشفى، اقرب محطه خصو يوقف فيها. علاش؟ لان شحال من واحد تيقول لك ودي بلاتي 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 وما تيوصلش. شحال من واحد. اذا باش نحضروا نفوسنا ونحضروا الاسره ديالنا والاسره ديال اللي في المغرب كتنتظرنا، اذا نوصلوا بخير وعلى خير. تنطلب من العيالات او للزوجات يفضلوا انهم يتاخروا. كانوا غادي يوصلوا في يومين، يوصلوا في 3 ايام احسن ما يوصلوش. واذا كانوا غادي يجوا في الطريق في 3 ايام يجوا في 4 ايام احسن ما يوصلوش. واذا كانوا غادي يكونوا عندهم مثلا غادي يشوفوا العيد غادي يفوت، من الاحسن واخا يفوت العيد ماشي مشكل، الهدف ديالنا هو السلامه ديالهم. اذا هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه، ملي تكون جايين في الطريق، اي حاجه الصاك ديال العياله، الصاك ديال المراه ولا اي حاجه اللي هي باينه ما تبانش قدام الزاجه، ما تبانش الناس اللي دايرين في جنبكم سواء في السياره ولا على رجليه. اذا كاين تيغتنموا الفرصه باش يخطفوا داك الصاك اللي عندك فيه الحويجات ديالك ولا الفلوس ديالك ولا الباسبورات ديالك ولا شي حاجه. اذا غبروا المسائل ديالكم تحت الكرسان او لا في اماكن في الكفر تكون محفوظه. اذا ما تثيقوش نهائيا، وخصوصا ملي كتدخلوا لشي بلاصه باش توضا ولا تصلي ولا تدخلوا للمرحاض اعزكم الله ولا شي حاجه، اذا عينكم على السياره. اوروبا راه فيها الخطر. انا دابا كما قلت لكم اكثر من 50 سنه ديال السياقه والحمد لله عمرني ما درت شي حادثه. علاش؟ تنمشي غير بشويه، والله العظيم تنمشي، عمرني ما درت شي حادثه في الحياه ديالي كلها. المهم ملي غادي نردوا البال ان نحسبوا راسنا دائما واخا ما تبعكش شي حد، دائما دير راسك راه تابعك، دائما شوف المرايه ونشوف اللي كان تابعني واش باقي ولا تغير. اذا ما نثيقش. والمراه خصها تكون كتساعد الزوج ديالها،
وما تهضرش معاه في شي مسائل اللي هي فيها التقليقه للرجل ولا شي حاجه. دائما تحاول على السعاده ديالو. ثانيا انا قلت حظيت تعيت وانا رد البال وتنحاول. انا سافرت بزاف ودائما عندي قصص ديال السرقات، ومع ذلك سرقوني. انا خرجت من مدريد وفعلا داروا واحد الخطه جهنميه والدوليه بارزه فيها الاغراض ديالي. اذا هذا قصه اخرى انا فايت حكيتها في واحد الفيديو، ولكن حنا غنقول لك القصه اللي الانسان يحضي راسو. راهم جميع الوسائل. انا في الشوليه الرويضه بواحد لاباري عندهم باش خونوني. المهم هذه قصه اخرى. ثانيا الا كنتو جايين في الطريق وشفتوا راسكم باش ترتاحوا في شي بلاصه عامره وتسميتو، اذا الانسان يرصي الطوموبيل ديالو مزيان وتكون مامنه ويدير فرانه مزيان ويدير سميتو بامور، ماشي بامور، يدير مارشاريان ويحاول يجلس سميتو يثبت السياره ديالو مزيان. علاش؟ واحد السيد مشى للباركينغ وقف واحد البلاصه باش يرتاح، هي مسكين وهذا وعيا ودار في البال ديالو غادي ينعس واحد الساعه ونص وغادي يزيد. فعلا الطوموبيلات مستفين، فاق لقى نعس ساعتين. هو مسكين خصو يوصل للمغرب. هذه خصكم ديروها في بال ديالكم. هو خصو يوصل للمغرب دغيا، فناض من النعاس باش ياخذ الماء ويخرج ويغسل وجهه وكذا ويشوف على اليمين وعلى اليسار ويقول بسم الله يا فتاح يا رزاق ويتكسل مع راسو كذا. غير فاق من النعاس دار ماش زاد، شاف الحافه قد توفى الله يرحمه. اذا خصنا ناخذوا العبر من الناس اللي تيوقعوا لهم اخطاء. شحال من واحد. اذا وملي نكونوا جايين في الليل نحاولوا ما نمشوش بالليل، نحاول الانسان يمشي بالنهار، لان بالليل كتكون اخطار سواء داخل الوطن او خارج الوطن. لان الحوادث ملي كتكون في الليل خصوصا الانسان مع ولادو ما تفكروش ان تكون بقات غير 60 كيلومتر غادي نوصل. ديك 60 كيلومتر ولا 100 كيلومتر اللي بقات يقع فيها ما لا تحمد عقباه. اذا من الاحسن نجيو نفرحوا ولادنا ونفرحوا والدينا ونفرحوا الاصدقاء ديالنا ونفرحوا الاحباب ديالنا على قدر المستطاع. ولكن ملي كتوقع شي حادثه في الطريق راه كلشي تيحزن، حتى المغاربه اللي ما تيعرفوكم شيء راهما تيحزنوا على شي حد اللي دار شي حادثه، كلشي تاسف. اذا باش نوصلوا بسلام نحاولوا ما امكن نمشيو بشويه، ما نزلبوش. الا كنا غادي نديروا 3 ايام ديال الطريق نديروا 4 ايام، وما يكونش عندك ديك الفكره لا العيد غادي نلقاوهم ذبحوا، غير يذبحوا. اللهم نلقاوهم ذبحوا ولا يصلوا علينا صلاه الجنازه. اذا شحال واحد يوقع هذا المشكل. علاش؟ تجي حتى الدقيقه الاخرانيه وشحال ديال الناس من الناس الغربه، المغاربه ديال الغربه سواء في الجزائر ولا في تونس ولا كذا، حتى ما تيبقى ليه والو. وكتوقع الحادثه اما كتكون فيها عاهه مستديمه، اما تيكون فيها الموت لا قدر الله. اذا الاحتياط راه مزيان ونحتاطوا مزيان ونردوا البال ديالنا دائما، نعرفوا المخاطر راه كاينه. هذه من ناحيه ارض الوطن، في ارض الغربه. مثلا جينا على اسبانيا، مثلا جينا من اوروبا على اسبانيا، الدول الاوروبيه جينا قطعناها مثلا من المانيا وحنا جايين الى اخره. اذا اش كديروا؟ كتردوا البال للرادارات، كتطبقوا السرعه، كتطبقوا الامور ديال السير. علاش؟ لان تما القوانين صارمه. باش يكون في العلم ديالكم ان حتى في المغرب الحمد لله اصبحت القوانين صارمه. هادشي علاش؟ حفاظا على ارواح المسافرين. اصبحت دابا الرادارات في المغرب في كل بلاصه، الطرقات كلهم فيهم الرادارات. اذا ما نقولوا شيء ان اوروبا راهم حاضي راسهم هنا كيف والو، لا، راهم سواء في طريق الصيام سواء في طريق الثانويه راه كاين الرادارات في كل بلاصه. اذا نمشيو غير بشويه وبالمهل باش نوصلوا دغيا، باش نوصلوا بشويه ماشي دغيا. الا جينا نقولوا دغيا راه بحال تنقولوا مسربوا راسكم، لا. اذا والانسان ملي تيخرج من الدار ديالو ملي تيقرا دعاء السفر الله سبحانه تينبهو. اذا وإلا حس براسو، انا قلت نطلب من العيالات، من الزوجات ديال السائق او الزوج ديالها،
الزوجه ديال راجلها، الزوجه اللي مع راجلها دائما تشوف فيه واش عينو تيتسدو، واش تيحل عينو، واش تيشد. غير اللي دار بحال هكا خصو تقول وقف، ماشي يوقف في المكان، لا، اقرب محطه اللي فيها الامان يوقف فيها. وكاين موجودين، ولكن ما نغامروش بالحياه ديالنا. اذا نتوكلوا على الله ونجيو باش نفرحوا العائلات ديالنا. كما قلت ان الى وصلنا لارض الوطن، هاد السنه هذه السنه مغيره على السنوات اللي فاتوا. كاين الرادارات، كاين المخالفه قاسيه، كاين عاوتاني. المهم ما بغيناش نخلعوكم، ولكن تنقول لكم ان القوانين اللي كاينه في اوروبا بالنسبه للسير راه كاينه في المغرب. اذا الرادارات، كاين واحد العدد كبير ديال الرادارات اللي الدوله راه دارت الرادارات في الطرقات ديال المغرب كلهم، من شمال المغرب الى غربه ومن غربه الى جنوبه. اذا نمشيو غير بشويه. وكما قلت لكم في الاول، الا تعطلنا بساعه ولا ساعتين ولا 3 ساعات وسميتو ما كاين حتى مشكل. اذا والانسان اذا يتخذ ديك القانون، الانسان سيسافر واحد المسافه وتخصو يوقف. علاش؟ باش يستراح، لان الانسان ما هو الا بشر، يقدر يعيا، يقدر يخطا، يقدر يديه النعاس. شحال من واحد راكم كتعرفوا هذه القضيه هذه، شحال من واحد راه ما فيش النعاس، ولكن في الطريق ديال السكات ديال المراه والدراري ساكسين ولا ناعسين ولا كذا، كتجي واحد الغفوه خصكم تعرفوها، واحد الغفوه اللي هي كتجي في رمشه عين. هذه القضيه وقعت لي مع واحد من العائله، كنا جايين في طريق الرباط، تقربنا للدار البيضاء وفايق هو اللي سايق، وفعلا جاتو الغفوه، الطوموبيل عمره بالعائله كلها، ولكن حفظ الله الطوموبيل الوقت اللي ضرب هذيك البارير اللي على اليسار، وضرب عاوتاني البارير اللي على اليمين، وبقى تيلعب في وسط الطريق، جاب لك الطريق كانت خاويه. اذا انا تنقول لكم ديك الغفوه راها صعيبه بزاف. هذيك الغفوه تقدر تقلب فيها الطوموبيل، تقدر تضرب فيها شي حد. اذا انا تنفضل توصلوا متعطلين احسن ما توصلوش في خطره. لا كما قلت، وتوكلوا على الله، والانسان في اي محطه يوقف ويستراح ويرد النفس مزيان ويشرب الماء مزيان ولا يشرب قهوه. النصيحه اللي غادي نقدروا نقول عاوتاني، الناس المسافرين هنا داخل المغرب ما فيها باس، اللي غادي يسافروا من حتى في اوروبا راه كاين هذيك اكليل الجبل. انا تنتكلم معكم لان عندي درايه بهذا الامر هذا. اكليل الجبل، حيت كاين اللي تيدير قهوه كحله، تيقول لك نشرب قهوه كحله باش يطرى لي النعاس، راه نشرب اتاي باش يطرى. لا، اكليل الجبل تيديروها الناس ديال الشاحنات الكبرى اللي تيشدوا الطرقات بعاد، اللي تيشدوا مثلا ما بين اوروبا والمغرب، تيعمر بالترمس ديالو باكليل الجبل. هذاك اتاي ديال اكليل الجبل او الازير، هو ازير، تيقولوا اكليل الجبل هو ازير. اذا غندير واحد البراد ديال ازير، وغندير معاه شويه ديال اتاي، ما بغيتش المهم، ولكن غتشرب راه تيطير النعاس بصفه رسميه. علاش؟ فيه فيتامين سي، وفيه منبه، ومهم للصحه من البدن، مهم. اذا ما فيها بس. الا كنتو في شي بلاصه ولقيتو ديك ازير، شريوه وديروه على في الترمس على ازير، واخا يكون بارد. علاش؟ لان الهدف ديالنا وهو تبقاو فايقين، ما تنعسوش في الطريق، لان النعاس في الطريق تيخلق المتاعب لكم، للاسر ديالكم داخل الوطن وخارج الوطن. اذا حنا بغيناكم تجيو بالسلامه وتعودوا بالسلامه وتعيدوا بالسلامه وتصلوا الرحم وصله الرحم مزيان. اذا ونوصيكم عاوتاني باش حاولوا ما امكن تكونوا مزيان مع الاهل ديالكم، مع اللي كنتم خاصين مع شي حد تصالحوا معاه. وهذا الشهر ديال الغفران، وهذا العيد هذا ديال التصالح والتسامح. اذا تصالحوا مع العائله ديالنا، والا جيتم اوروبا ولقيتوا شي عائله ديالكم خاصمين، صلحوا بيناتهم، راه عندكم الاجر. علاش؟ الانسان تيجي للمغرب وتيدير واحد الحسنه، ديك الحسنه كتحفظوا في السفر ديالو. مثلا صلح بين جوج الناس وجابهم عنده للدار وكرمهم وتهلا فيهم وصلحهم وصلح بيناتهم. ولا كان غير يصلح بين الناس، انا النصيحه اللي نقدر نعطي، الا كان غير يصلح بين جوج مخاصمين، الماضي نساوه، ما يبقاوش يجبدوه. لا درتي ليا، فعلتي ليا، لا ديتي ليا، لا كليتي رزقي لك، لا، الماضي نساوه، نبداو من اليوم. وعفى الله عما سلف لقلب كيران. اذا نحاولوا ما امكن نصفوا الامور ديالنا مع الخالق والمخلوق.
مع الناس ديالنا ونقضوا معهم العطله وتكون العطله مزيانه. ودائما راقبوا ثانيا تنزيد ناكد الا كنتو جايين ما تخليوش شي حاجه باينه كتبان في الطوموبيل في السياره، سواء في الكوسان اللورانيين او القداميين. اذا شي حاجه كتبان كصاك او لا بسطام او لا شي غير شي واخا غير شي فوطه حطت تحت منها شي حاجه، لا تيتهرسوا عليها الساج وتيوقع ما لا تحمد عقباه. شحال ديال الناس مشاو لهم الورقات ديالهم. اذا الورقات ديالكم يكونوا في امن وامان، حتى الا جاب الله ولقيتوا مثلا المراقبه في الطريق ما فيها بس غادي ننزل ونجبد الورقه ديالنا ونعطيهم. ثانيا لا قدر الله وقعت شي حادثه في الطريق بسيطه نتمنى تكون ما يكون والو، ولكن جاب وقعت حادثه، اول حاجه اللي غديروها سدوا الطوموبيل السياره في ديك الوقيته تيغتنموا الفرصه اللصوص، لان اللصوص هما تيدرسوا الاوقات ديال الغفله، والاوقات ديال الغفله هي ملي كتوقع شي حادثه. الله يحفظ. حنا نتمنى لكم تجيو بالسلامه وتعودوا بالسلامه وتفرحوا المغاربه ونفرحوا. علاش؟ كان واحد الحاجه عاوتاني غادي نقولها للمغاربه اللي هما مقيمين داخل الوطن، ما نحسبوش هذوك الاجانب راه كلهم فلوس كلهم عندهم الاموال، لا، نحاولوا ما امكن ما نكونش طماعين، ما نكونش حقيقه. هذاك السيد اللي جا من اوروبا، جا من المانيا ولا جا من بلجيكا ولا جا من فرنسا ولا جا من اسبانيا ولا شي حاجه، هذوك الفلوس اللي جمعهم بعرق جبينه راه تتعذب فيهم وتمحن فيهم وحرم راسو بزاف ديال الامور باش يجي لهنا. اذا ما نحسبوش احنا هذاك راه بقره حلوب ونحاولوا نديروا شي حاجه باش ننصبوا عليه ولا باش نديو له رزقه ولا نبقاو نبكيو عليه ولا شي حاجه، لا، عطى شي حاجه فتبارك الله يجازيه بخير، ما عطى شيء ندعو ليه بالتيسير وما نحاولوا شيء نكونوا تنحسبوا ان هذاك المغترب اللي خرج الوطن وجا المغرب بقرة حلو. ما تنتكلمش على المغرب، تنتكلم على المغرب، على الشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب التونسي، كلنا اخوه. اذا ما نحسبوش هذاك اللي تيجي من برا نحسبوا بقرة حلوب. ثانيا نحاولوا ما امكن تكون عندنا اكرام الضيف، واكرام الضيف من صيام المغاربه. عيدكم مبارك سعيد، ونتمنى تجيو بالسلامه وتعودوا بالسلامه ونسمعوا لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتنتمنى من الاخوه اللي تعرفوا هاد الناس خارج الوطن وداخل الوطن يخبروا الاصدقاء ديالهم، يمكن هاد النصيحه هذه تفيدهم. وغادي ندير الفيديو الثاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.